السلام عليكم يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة مع بعض هنعمل حاجة جميلة جدا في الشتاء ومغذية بنفس الوقت للأطفال والكبار. يعني وهي أكتر وقت بتتاكل في الشتاء لأن هي بتعمل يعني بتدفي الواحد كتير. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقة ونشوف المقادير. مقادير البليلة يا جماعة طبعا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. ده انا هعمل ربع كيلو. طبعا ده قمح انا جايباه غسلاه ومنضفاه كويس قوي، ومعايا كوبايه رز، ومعايا ميه. هحط كل دوت على بعضه على النار لحد ما يستوي، وهنشوف هنعمل فيه ايه. بس طبعا كل ما الميه بتقل بنزود الميه، وطبعا ما نغطيش الحله جامد عشان ما تفورش مننا. هحط بقى القمح. بسم الله الرحمن الرحيم. والرز، واحط الميه، واسيبهم بقى ايه يستووا على النار. ادي البليله اهي يا جماعه بعد ما استوت بقت بالشكل دوت. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. ممكن بقى احنا نعملها كده ونستنى عليها لما تبرد ونشيلها في الفريزر على حسب الكميه اللي احنا هنستعملها كده بالشكل دوت. يلا بقى نشوف هنعمل فيها ايه تاني. حطينا بقى هنا البليله اهي تاني، رجعناها طبعا تاني على النار. هنحط لها بقى اللبن على حسب طبعا الكميه اللي انت عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم كده. وهنحط لها بقى سكر كده. نحط لها معلقتين سكر. بعد ما حطيت لها معلقتين السكر احط لها سنه فانيليا. طبعا البليله دي طبعا من الاكلات الشتويه، طبعا بتدفي كتير بالليل بقى كده واحنا قاعدين. نعمل لنا طبق كده ولا حاجه، وللولاد حلوه قوي على فكره، مغذيه برضو للولاد في ايام المدرسه لما بينزلوا الصبح. يبقى القمح دوت مغذي جدا على فكره للاطفال بالذات كده. وطبعا بقى ايه، هزود الطعم شويه، احط لها معلقه قشطه، وش اللبن عادي يعني بالشكل ده كده. واسيبها بقى تغلي واوريها لكم ايه لما اغرفها. اهي يا جماعه ادي البليله بعد ما حطيت لها الفانيليا والقشطه. سمي الله كده واحطها بقى ايه في الاطباق دي. بقى ايه زي ما قلت لكم كده جميله جدا، واحنا عايزين كده نتفرج على التلفزيون مع الولاد. حلوه قوي في الشتاء بتدفي اهي بالشكل ده كده. اهي يا جماعه ادي البليله بعد ما خلصت بقت بالشكل دوت. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. اتمنى بقى ان هي تعجبكم، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. يوميات ديدي ونانا. السلام عليكم.